محتارين في الغدا؟ يبقى الفيديو ده اكيد علشانكم. هنعمل النهارده بصاره بالكهرمان تجنن، وانسوا اللحمه والفراخ، وهنعمل جنبها بطاطس مقرمشه ومتحمره ومن غير ولا نقطه زيت. وكل ما اعزم على حد عليها لازم يسال على الطريقه وهو ماشي من حلاوتها. كمان هنعمل ديبنج يجنن مع البطاطس. بس لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناه الشيف سيلا. نقعت كوباية من الفول المدشوش في مية قبلها بيوم، وأقل حاجة 4 ساعات. حطيت معلقتين كبار من الزيت، عليهم بصلاية مبشورة، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، صفيت الفول وشطفته كويس ونزلت بيه على البصل والثوم اللي شوحته. ضفت كوبايتين من المية المغلية، ضفت كمان كوباية من ورق الشبت والبقدونس والكزبرة، قلبتهم مع بعض. ضفت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ومعلقة صغيرة من الشطة ونص معلقة صغيرة من الكمون. هديت النار عليه وسبته لحد ما يستوي. علشان أعمل الكهرمان قطعت بصل حلقات رفيعة، وضفت عليه معلقة كبيرة من النشا، عليها معلقة صغيرة من الملح، وضفتهم على شرايح البصل. بنزل شرايح البصل شوية بشوية، بلاش تسحموا الطاسة. سامعين صوت قرمشة الكهرمان؟ دهنت عيش بالزيت وقصقصته مربعات وحمرته في الفرن. بصوا مقرمش ازاي، بيكون تحفة وطعمه لذيذ جدا مع البصارة. 4 حبات من البطاطس قشرتهم وقطعتهم على اربع في بولة. ضفت عليها معلقة صغيرة من الملح ومية مغلية. هنشف البطاطس كويس واحطها في كيس. حطيت معلقة كبيرة من الزيت، عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من الأورجانو اللي هو الزعتر، وضفتهم للبطاطس. جبنة رومي في الكبة، ضفت عليها معلقتين كبار من البقسماط المطحون. قلبت البطاطس، حطيت الصاج في الفرن. البطاطس اتحمرت وريحتها تجنن، البصارة استوت كويس، وضربتها بالهاند بلندر. غرفتها وضفت عليها الكهرمان المقرمش وقدمت جنبها البطاطس القمر. بصوا البطاطس جميلة ازاي، وبألف هنا على قلبكم.